بما اني اصلا خريج خدمه اجتماعيه، وفي الاساس انا اصلا اخصائي اجتماعي، ده مهنتي الاساسيه. وبعد كده اتخصصت في التخصص اللي انا متخصص فيه دلوقتي. لكن في موضوع مهم جدا دايما كان بيشغل بالي اثناء الدراسه ودلوقتي وفي كل الاوقات. قد ايه دور الاخصائي الاجتماعي مهمش بشكل غير طبيعي، خاصه في المؤسسات التعليميه اللي هي زي المدارس. كان زمان يعني على ايامي كان له دور، يعني بس مش دور قوي، بس كان له دور. حاليا انا ما بسمعش خالص عن دور الاخصائي الاجتماعي بالشكل القوي. حقيقي لو دور الاخصائي الاجتماعي اتفعل في المدرسه هيبقى له ادوار كتير جدا، سواء بقى على مستوى خدمه الفرد خاصه بالطلبه، على مستوى خدمه الجماعه، او فكره ان الاخصائي ينشئ جماعات تقدر تطلع نشاطات الاطفال او الطلبه داخل المدرسه، او حتى فكره المشاركه الاجتماعيه او المشاركه المجتمعيه من خلال تنظيم المجتمع، وفكره ان الاطفال او الطلبه تقدر تعمل نشاطات اجتماعيه وتقدر تتفاعل في المجتمع ويكون لها دور فاعل داخل المجتمع بتاعها وداخل نطاق بيئه المدرسه. كل ده ما بيحصلش. انا رايي انا الشخصي من الاساس خالص، يعني الموضوع من فوق. هو طبعا دوره مهمش ماديا، دوره مهمش داخل المؤسسه، ما بيحصلش له تاهيل بشكل دائم، فبالتالي في جاب دايما ما بين الاخصائي اللي موجود في المدرسه وما بين سوق العمل. فهو في الدنيا في وادي ودماغه في وادي، يعني الدنيا مش مترتبه. دي حاجه. الحاجه التانيه كمان المدرسين او الاخصائي او التربويين بشكل عام دايما ما بيحسوش بقيمه دور الاخصائي، مع ان دوره اعتقد ان هو دور مكمل وكبير جدا لدورهم. لان اعتقد مفيش تعليم بيحصل بدون ما يكون الشخص سوي او صحته النفسيه او الاجتماعيه كويسه. فبالتالي الطفل مش هيقوم بدوره التعليمي او الاكاديمي وهو عنده مشاكل اخرى في الخلفيه، زي مشاكل على مستوى الفرد، او مشاكل على مستوى اسرته، او حتى مشكله اجتماعيه بشكل عام، سواء مشكله في الداخل، مشكله مش قادر يعني يتفاعل اجتماعيا بشكل صحيح. فيعني انا برجو من، والسؤال ده او الموضوع ده برجوه من كل الاخصائيين الاجتماعيين، لو اتمنى يكون حد بيشوفني اخصائي اجتماعي، او حتى يعني يكون شغال في مدرسه، او ممكن منكم طلبه تشتغل في مدارس بعد كده. ارجوكم ما تنزلوش عن حقكم في دوركم المجتمعي ودوركم المهني داخل المؤسسه التعليميه بتاعتكم. اوعوا تتنازلوا، لان الموضوع بيبقى زي الحق المكتسب، لو انت اتنازلت مره هتتنازل 1000 مره ودورك هيروح. سلام.